مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام سيره الحبايب في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير. مساء الفل. مساء الورد والفل والياسمين عليك يا عمرو وعلى كل مشاهدينا الكرام، ورمضان كريم عليكم واهلا بيكم في سيره الحبايب. عمر ما كان الفن بالكم، دايما الفن بالبصمه الحقيقيه، البصمه اللي بتسيبها في كل دور بتقدمه وحضورك، سواء على خشبه المسرح او في السينما او في الدراما. وفنانتنا النهارده هي واحده من البصمات الواضحه في المسرح والدراما والسينما، واللي بكل دور قدمته قدرت توصل لقلوب الناس وتعمل حاله بهجه حقيقيه. رغم رومانسيتها ورقتها ووداعتها اللي كنت بتلاحظها في معظم أدوارها، لكن في نفس الوقت هي بنت بلد جدعة وواضحة وصريحة، صراحة أحيانا بتزعل ناس كتير. هي لينا في المتزوجون، وعديلة في بخيت، والكنكة مع الجردل، وفخر هانم في جراند اوتيل. هي الوحيدة في العالم العربي ويمكن في العالم كله اللي دخلت الصرصار في مفردات الحب والحنين. بين كل دور والتاني كانت شيرين بتسيب جوانا حاجة من ريحتها، حاجة تخلينا متعلقين بيها ومستنيين دورها الجاي. في المسرح أو السينما أو الدراما كانت قادرة شيرين إنها تخرج لشخصيتها بكل بساطة عشان تأكد إنها فنانة من طراز فريد وغريب. مين فينا ينسى الصرصار اللي كانت بتنطق اسمه بطريقة استحالت على الكل إنه يقلدها؟ ولا مين ينسى دورها في الإرهابي والجردل والكنكة وبخيت وعديلة ولا ولحد النهاردة وهي بتقوم بأدوار مبهجة ومختلفة. في الدراما قادرة تسيب بصمتها الواضحة والصريحة، البصمة اللي ما تقدرش توصفها غير إنها بصمة شيرين، وفي الكلمة دي معاني كتير جدا. شيرين البسيطة الواضحة وبنت شبرا الجدعة اللي رغم المطبات الكتير اللي قابلتها كان دولاب ذكرياتها خالي من الكراكيب، كل اللي فيه حواديت كتير بتاعتها هي، حواديت تشبهها، حواديت من سيرة الحبايب. الفنانة الجميلة شيرين، أهلا بحضرتك معانا في سيرة الحبايب، وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل الجمهور طيب وبألف خير. رمضان كريم. رمضان كريم عليكي. النهارده عاملين لك مفاجأة صغيرة. سارة فنانة تشكيلية هترسمك بالقهوة. بالقهوة؟ بالقهوة. طب مش بالشاي؟ لا. هي فين؟ لا. واو. طب مش اشرب الاول فنجان قهوه وبعدين تاخد هي ولا بن ناشف؟ لو شربت قهوه مش هتتسحب. ممكن ده يحصل. هو بن ناشف ولا طري مبلول يعني؟ بن الناشف بس بنحطه على ميه كده ونبتدي بقى نرسم طيب بورتريه. اتفضلي بقى، انا مستنيه الصوره. وبعدين لو كل سنه وانتي طيبه يا نجمتنا. وانتي طيبه حبيبتي. بمجرد ما بنقول شيرين كل الناس عارفه شيرين، لكن لا والله بجد يعني اول ما تقول شيرين يقول لك شيرين مين؟ شيرين رضا، شيرين وجدي، طب اكمل السؤال. شيرين عبد الوهاب. طب اكمل السؤال. ما انا بقول لك بتقول انت طب كمل السؤال. لا شيرين الممثله اللي ملء السمع والبصر. كل الاسماء اللي حضرتك قلتيها دول على عيننا وعلى راسنا، وانا بحب جدا شيرين رضا وبحب جدا شيرين عبد الوهاب، بس لما بنقول شيرين بس فهي شيرين. شيرين حاف. شيرين حاف هو ده اهم بالزبط. حاجه عشان عارف ما تبقاش تقيله يعني. بالظبط. مش كده يا شيف جلال؟ لكن الناس ما تعرفش اشجان محمد السيد عزام. لا طبعا في ناس يعرفوا. في ناس يعرفوا. طبعا زمايلي في المدرسه. اتكلم عن المشاهدين على المتفرجين. المتفرجين انا قلت كتير اسمي كده. طبعا. طب ايه الفرق بين الشخصيتين؟ اشجان شخصيه خجوله جدا. كان لما حد يكلمها ايديها تعرق، ريقها ينشف، وشها يحمر، ما كانتش بتتكلم كتير خالص. شيرين مختلفه. شفتي؟ انا اول مره اقابلك في الحقيقه، وبالنسبه لي انت ما اتغيرتيش خالص فعلا. شايفه قدامي بنوته صغيره جميله، نفس الملامح بتاعت المتزوجون لسه موجوده لغايه دلوقتي.
ده يعني بصراحه مش عارفه ايه اشكرك سر الموضوع ولا ده؟ اطلب منك تكتبي لي ده في شهاده عشان ما ترجعيش في رايك بعد شويه. لا مش راجعه في رايي، عشان ده اول مره اشوف في الحقيقه، بس شايفه نفسي نفس المتزوجون، يعني نفس الوش، نفس البراءه، نفس الملامح البريئه. ايه بقى سر الجمال؟ هي ملامحي انا اخدتها معايا في كل الرحله الطويله دي، وده كان اهم حاجه انا بحرص عليها. ولكن في سر طبعا خطير جدا، لما اقوله الناس هتقول انا مش بقول الحق، وانا بحب اقول الحق جدا في رمضان وغير رمضان يعني. طبعا. ده معروف لان عنك. ما بحبش الكذب ابدا، لانه ربنا بيغفر الذنوب كلها الا الشرك بيه والكذب. اللي بيكذب يكتب عند الله كذابه. حتى لو كان كذب ابيض. مفيش ابيض واسود. ابيض يعني. لا هو في يعني مسميات او تحايل على الاشياء يعني. يعني لو هتقول لحد مثلا خبر مش لطيف قوي، لا قدر الله انت لا قدر الله سقطت مثلا، فتقول له يعني انت جبت ايه مثلا مجموع ضعيف. طب انت جبت اقل مادتين من 50%. طب لا دول 3 مواد. لا طبعا يعني تحايل بس على الكلام. في السنوات الاولى دي بتاعت المدرسه او بتاعت معهد الباليه، بنت جميله، اكيد كان في حب الطفوله، حب مراهقه، حب الاولاني. دي مشكله كبيره. انا والدتي كانت ست الله يرحمها، قويه جدا، وكان والدي بيطلق عليها مارجريت تاتشر، السيده الحديديه. هي امي المراه الحديديه. زي ما عندها 4 رجاله بتربيهم، كنت انا برضو في العدد نمره 5 يعني. 5 راجل. فانا ما اتدلعتش خالص. ونرجع لاجابه السؤال اللي قبل كده، ان انا اتدلعت؟ لا انا ما اتدلعتش خالص، لدرجه ان انا حتى ما عرفتش ادلع بنتي. يعني انا لما بشوف حد يعني بستغرب، بشوف الاقي مثلا حد طويل كده مامته مقعده على رجله وقاعده تحسس على شعره، طبطب عليه، مش عارف ايه الكلام ده. طبعا مش وارد عندي خالص، ما كانش عندي في القاموس. يعني القاموس عندي بيبدأ من الساعة 5:30 أصحى، عبال لما أعمل شعري وأحضر حاجتي وأخدها وأنزل 6:15 أكون في الباص، عشان أوصل من شبرا للهرم. أوصل حاجتي كلها جاهزة، اللبس بتاعي ألبس علشان أدخل، علشان الباص اللي بيجيبني هو نفسه الباص اللي بيروح الزمالك بعد كده يجيب الخبرة ويرجعهم. فطبعا ما فيش حاجة اسمها أنا بتدلع أو أنا مش بتدلع. أنا عندي حصص بخلصها، وبعد كده بطلع أخد المواد الثقافية بتاعتي أو الدراسة اللي زي كل الناس ما بياخدوا في المدارس. ومدام عنايات الله يرحمها عميدة المعهد في هذا الوقت يعني، كانت تقول المعهد اسمه معهد الباليه، اللي يسقط في الباليه يترفد، لكن اللي يسقط في الدراسة يعيد. ففي البيت عندنا ما كانش فيه الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها أسقط ده يعني هخرج من المكان اللي أنا بعتبره الجنة بتاعتي. فده بالنسبة لي يعني مش ممكن. لدرجة لما أنا كنت أسخن أو أعيا أو كده أقول لهم برضو أنا هروح المعهد. مفيش تروحي؟ لا أنا هروح. طب أنا هنام وأنا تعبانة، إذا مت مشوا الجنازة بتاعتي قدام المعهد عشان يعرفوا إن أنا مت، ما كتبش غياب. للدرجات دي؟ للدرجات انت دي. جايه تسالي عن الحب الاول؟ مفيش حب. ما كانش عندي بقى الكلام ده. وبعدين والدتي فهمتني إن دولت زمايلي، كأنه وفعلا إحنا زمايل. ما فيش حاجة يعني، مع إن في عندنا مثلا في المعهد كنت بشوف زميلاتي وزملائي الكبار بيحبوا بعض، وفي منهم اللي اتجوز بعد كده. لكن أنا كان عندي التزام في البيت، التزام في الدراسة، التزام. بعدين عندنا حاجات إنه ما ينفعش أنا أبقى بحب مثلا عمرو وهرقص مع مجدي. يعني مجدي اللي هيكون البارتنر بتاعي. فمثلا ما ينفعش، لا انا مش عايزه مجدي. ما فيش حاجه اسمها مالكيش راي. يعني انت اداه في ايد الخبير، هو شايف انت عايزه تعملي ايه، انت تصلحي لايه، هو بيوظفك.
يعني ما دقاش قلبك خالص طول فتره المدرسه والمعهد لحد؟ ما دقش للاسف، يعني تقريبا ما كانش عندي قلب، ما انا بقول لك يعني يعني خالص لا لحد لا لا دلوقتي؟ ما عنديش المشاعر دي. طب هاتي لنا المصحف تحت. لا هقول لك ممكن يبقى عندك فرصه، يعني مثلا الناس بيروحوا بعد المدرسه فبيبقى عندهم وقت شويه، بيناموا بيصحوا بيشوفوا ابن الجيران مش عارف ايه، ما بيكونوش شافوه في المدرسه، لانه مثلا المدرسه دي ابتدائيه اعداديه ثانويه بنات، فلما بتشوف يعني راجل او شاب او ولد بيحصل عندها حاله. لكن انا زمايلي دول معايا قاعد جنبي في الباص، نزلنا قعدنا مع بعض في الكلاس واحنا بناخد المواد الثقافيه بتاعتنا الدراسه العاديه، انا مشغوله بشوف رجلي، متعوده عليهم زي البنات معاكي، فما فيش دول فرق. خلاص اخواتي يعني زيهم زي في البيت، فما فيش بالنسبه لي حاجه. يعني مثلا ايه، ممكن حد لو قلنا، انا بقوم كتير، لو قلنا حد مثلا بيمسك حد من جنبه من وسطه مش عارف ايه، ياي انا بغير، لا ما فيش كده، ما احنا عندنا هو بيمسكني وبيساعدني، فانا لو فكرت في حاجه غير اللي انا بعمله وممكن اكسر ظهره، فما فيش عندنا الكلام ده، ما كانش عندي يعني للاسف ما حسيتش المشاعر دي. ولا مثلا حبيتي في خيالك ممثل في السينما شفت يعني ما اشتغلتيش معاه من زمان؟ لا طبعا انا كنت بحب جدا الاستاذ عماد حمدي، بحب جدا رشدي اباظه، يعني بحب جدا كمال الشناوي، لغايه لما اسعدني الحظ واشتغلت مع الاستاذ عماد حمدي. يعني انا خليت مامتي تسمي عماد اخويا اللي اصغر مني على عماد حمدي. انا بحبه. وبعدين انا عندي علاء كبير، بعدين عادل، بعدين عماد، بعدين واحد نفد من الحكايه بقى احمد عشان يبقى الف يعني. اوكي. طيب شيرين شيرين، شخصيه شيرين هي لينا في المتزوجون ولا شخصيه بنت البلد؟ حضرتك بتقولي انك من شبرا صح؟ ايوه. يعني ايهما اقرب للحقيقه؟ انا كوليكشن. يعني اولا مش هقول اعوذ بالله من كلمه انا، لاني سمعت حد يعني محترم بحترم رايه جدا قال يا جماعه ما تقولوش، وده كلمه خاطئه، اللي هو انا واعوذ بالله من كلمه انا. ليه؟ لو انت كويس قول على الحاجات الكويسه اللي عندك عشان الناس تقتدي بيها. فمن الحاجات الاساسيه في حياتي جدا انه انا نشأت في بيئه شعبيه، والدتي كانت ست بيت عظيمه جدا جدا، علمتني كل ما هو يجب ان اتعلمه. فانا بعرف اخيط، بعرف اشتغل اوبيسون، بعرف اشتغل كنفا. معلش بس يعني الحاجتين الاخيرتين دول عباره عن ايه يعني؟ الاوبيسون ده حضرتك قاعد على فوتيه، الفوتيه ده كله بيبقى مشغول هاند ميد، وبيبقى عليه مثلا صوره روميو وجولييت ورد، والاربعه فوتيه بيبقوا حدوته بتسلم حدوته، يعني روميو وجولييت واقفين، بعد كده روميو وجولييت قاعدين، بعد كده روميو وجولييت قاعد بيلعب لها على جريتار. يعني نسمع دلوقتي ساره هتغني لنا نسم علينا الهوى وفيروز. نسم
تكبر بيها الغربة وما تعرفني بلادي. خدني 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 على بلاد نسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شو بينا يا حبيبي شو بينا كنتو كنا ضلوا عنا وافترقنا. شو بينا شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا كنتو كنا ضلوا عنا وافترقنا. شو بينا بعد الشمس بتبكي على ذاب وما تحكي بيحكي هوا بلادي. خدني 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 على بلاد نسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. برافو برافو برافو. ليالي تن هتكون مليئة بأحلى النجوم. أنا حابة منافسة. المهرجان ده اتولد كبير بإلهام شاهين. المرأة الفنانة طول عمرها هي اللي بتقف جنب السينما. أي حاجة هتحل السينما هتدعمها بنعملها. مسلسل عمل قلق، ازاي اتعاملت مع كل التحديات دي؟ ومديله قيمة مختلفة، بخلي الشخصية مش نمطية. انت ازاي بتطوري ادائك ده كده؟ اوجاع كتير وخبرات انسانيه مني ومن اللي حواليا. مخرج مصري يجيب لمصر جايزه مهمه جدا في مهرجان كان. انا دوري استخدم سحر فن السينما واوريك عالم كانك عمرك ما شفته قبل كده. مبروك لمصر، مبروك للسينما المصريه. اتفرج على افلام جميلة بقى مع الشعب الاسواني اللي انا بحبه وبعتز بيه. مسرح الساحل اللي بيقوده المايسترو أشرف عبد الباقي. حاجة بتحبها وعايز تعملها اعملها، خايف من ايه؟ ليالي حلوه مع مبدعين ابدعوا وقدموا اعمال حلوه، انتظرونا. ليالي تن الخميس والجمعة 12 منتصف الليل على تن تي في. للإعلان على قناة تن برجاء الاتصال ب POD الوكيل الإعلاني الحصري على الرقم التالي. ورجعنا لكم في سهرتنا الجميلة مع نجمتنا الجميلة شيرين وفي سيرة الحبايب. أنا عندي فضول أعرف كواليس المتزوجون، الرقة اللي كل مش بس مصر، كل الوطن العربي لسه لغاية دلوقتي بالنسبة لهم رمز الرقة لينا. إزاي عملتيها؟ عايزة أقول لك حاجة. طبعا أولا يعني أنا قلتها قبل كده انه الدور ده ما كانش الدور بتاعي، كان دور فنانة هويدا بنت صباح الشحرورة.
انا عايزه اقول لك انه فنانه صباح جت واتفرجت عليا في المتزوجون، وعايزه اقول لك برضو ان النور اتقطع وقعدت ساعتين تستنى واتفرجت وطلعت في كواليس وهنتني جدا جدا. وسالتها انت مش زعلانه ان انا؟ قالت لي بالعكس، انا شفت هويدا وشفتك وانت بتعملي الدور حلو قوي، بس عاملاه بطريقتك. يعني انا طبعا لما جيت اعمل دور ما عملتش زي لما كان هويدا بتعمل، لانه في فرق في الحجم في الطول، وبعدين هويدا بنت صباح وانا مش بنت حد معروف، انا كمان كان عندي، فكان لازم اقرر اعمل اداء مختلف يعني. ايه اللي اختلف في الاداء ما بين احنا ما شفناش حاجات كتير حاجات كتير. وعايزه اقول لك ان اللي يشتغل قدام الاستاذ سمير غانم على المسرح كل يوم بيعمل حاجه تانية. كل يوم عندك مفاجآت ولازم تبقي مستعده للمفاجاه. وانا دايما كنت حاطه جوايا انه لازم ابقى مستعده للمفاجاه وابقى على قدر المسؤوليه. يعني بيبقى في ارتجال على المسرح، ودي كانت اول طبعا اول تجربه. بس يعني تجربه المتزوجون سبقها تجارب تانية؟ ايوه ايوه طبعا. اولا انا اتربيت على المسرح، يعني انا رقصت على دار الاوبرا القديمه اللي كان عاملها الخديوي اسماعيل اللي كانت في ميدان العتبه. بس ما تقوليش ده في افتتاح قناه السويس. لا ما لحقتش الملكه اوجوني ما تهزرش. لا مش للدرجه دي، لا انت زودتها شويه كتير يعني. وحياه ربنا انا كنت اتمنى طبعا اعيش الوقت ده يعني. انا مثلا عايزه اقول لك انه لما كنت بدخل الاوبرا كنت من اهم الحاجات اروح المس الستاره. يعني حبي للكراسي، يعني وانا قاعده مستنيه لسه في البروفا قبل لما هيجي دوري وهطلع، فلازم نقعد ساكتين، وعشان اوركسترا سيمفوني بيعزف يعني زي لايف هنا دلوقتي كده، فده عندك حاجه و70 عازف في وتريات وفي ايقاع وفي حاجات بقى شغاله، يعني ما ينفعش. ولازم المايسترو كان وقتها شعبان ابو السعد الله يرحمه. عايزه اقول لك انه لازم عينه على الراقص الباليه، هو بيعمل ايه، لف كم مره، امتى وقف، عشان وهو نفس الراقص يبقى عينه مع ايد المايسترو. يعني هو اللي بيخليه يبدأ وهو اللي بيخليه ينهي. ما بينهما اذا فاتت مزوره هنحصلها ازاي؟ ما ينفعش، يعني ما ينفعش يبقى هو لسه بيكمل والمزيكا خلصت. فانا لازم يكون في هارموني. انا عشت اجمل ايام حياتي في دار الاوبرا. لما اتحرقت انا كنت بعيط كانه بيتنا اتحرق. بعد كده بقينا نرقص على مسرح البالون. لما اتحرق مسرح البالون بقينا نرقص على قاعة سيد درويش. وطبعا شتان بين قاعة سيد درويش ومسرح البالون الكبير ده، الستيج كبير، فانت لما تعمل الحركة في مكان كبير غير لما تعملها في مكان صغير، يبقى كل حاجة ضيقة. يعني مثلا بدل ما هتعمل 15 خطوة كده مثلا او 15 لفة، انت هتعمل 4 عشان المسرح صغير. فانت بتشتغل على اليمين مثلا، فانت رايح يمين لازم هتقلل ده، فده هتقلله، طب هتعمل فيه ايه؟ فكان عندنا مشاكل كتير جدا وكنا حاسين ان احنا مخنوقين. وده سبب من اسباب ان انا افكر بعد ما رحت ارقص على مسرح جامعة القاهرة. قابلني طالب في الجامعة وقفني، انت جايه تعملي ايه هنا؟ انت شكلك صغير، انت في كلية ايه؟ فقلت له لا انا مش في كلية، انا في معهد الباليه. قال لي معهد البريد؟ قلت له لا معهد العالي للباليه. قال لي اللي بيرقصوا كده على صوابعهم؟ قلت له قال لي طب وقفي كده. قلت له ايه ده، هو انا حاوي هطلع ارانب من جيبي؟ ده لازم جزمه مخصوصه، جزمه معينه، سوري شوز معينه، وفي ديمي بوانت وفي بوانت، وده موضوع تاني كبير خالص. يبقى تعالى اتفرج، احنا بنعمل هنا باليه كسرة البندق، وهنعمل بعديه الاسبوع الجاي بحيرة البجع. قال لي البجع في البحيرة؟
خلاني مش عارفه اعمل ايه. وبعدين قلت لما ده طالب في الجامعه، يعني ده طالب في الجامعه ومحدود الثقافه والعلم الى هذا الحد، يبقى انا لما هتخرج هروح فين؟ طب انا لازم ابقى بدرس حاجه تاني جنب الباليه ده، عشان ده مثلا اقول له كليه الحقوق، ده اقول له معهد الباليه. يعني دخلت حقوق. هعمل ايه؟ دخلت حقوق. ايوه. بس انت ملاحظه يا جان، يعني مدام شيرين كل ما نسالها عن التمثيل تجرنا للباليه، تجرنا للباليه. يا عمي انا هسيب، ما هي قالت لي عايزه بدايات. ايوه يعني انا على فكره انا مبسوط جدا. انا مبسوط انا هقول لك جداً يعني مثلا اول حاجه في المتزوجون انا بقعد حوالي تلت ساعه قاعده لابسه عروسه عامله كده ما بتكلمش وما بعملش اي حاجه. وما كنتش تعبانه لانك متعوده على ده في الباليه؟ ايوه، بس انا ببقى بسخن في الباليه وبوصل لده مثلا في الفصل الثاني في جيزيل. اوكي. لكن قبل كده ببقى بشتغل. أيوة. رجليا شغاله، فانا دلوقتي قاعده وبعدين هقوم اشتغل، فانا اقعد اعمل رجلي كده وانا قاعده تحت، يعني وانا قاعده احرك رجلي عشان ما توقفش، يعني رجليها هتنمل بقى. أيوة. وبعدين لازم لما اقوم هلف واتفرج على التحفه اللي انا فيها، البدروم الفانتاستيك اللي انا فيه ده، القصر بالنسبه لي. فانا لازم اقوم هتحرك واشوف جده حولان واشوف الحاجات دي، هتفرج بقى. انا عايشه في حاجه كويسه. بتضحكي لما كانوا حاطين الغطا ولسه خالص. انا لينا اضحك ازاي؟ لا في نفسك. انا مش شيرين. يعني في نفسك. لا خلاص نفسي ولا حاجه، يعني مثلا لو في نفسي يبقى في جراند اوتيل مش هكون صادقه. فخر هانم. لا انا ببقى لا جراند اوتيل ده خلاص مشوار وبقى لحد ده كانت وانا تجربه من الاول ما ينفعش. كل حاجه انا بعملها يعني مفروض اتعلمت قد كده، قد ما اقدر صح. يعني انا كان عندي موقف مع والدي، وده سيره الحبايب بقى الله يرحمه برضو. انه انا رحت لوالدي وقلت له، وانا في تانية باليه يعني عندي 10 سنين، قلت له خرجني من المعهد ده، انا مش عايزه استنى فيه. ايه السبب؟ قال لي ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت مبسوطه جدا. قلت له انا المفروض اجيب 100 في الامتحان، ازاي ادوني 99؟ اعتبرت ان ده يعني كنت دقيقه، عايزه الكمال في كل حاجه. انا ما بغيبش يوم. بروح قبل ميعادي، الشوزات بتاعتي مظبوطه، لبسي مظبوط، شرايط متخيطه. والدي اتعلم روسي مخصوص عشان يروح يسال الخبراء دون وسيط، دون مترجم. انا ليه ما خدتش يعني خدت 99 ما خدتش 100؟ فقالت له الخبيره بتاعه الفصل بتاعي انه هي ادتني 99 وكل الخبراء ادوني 100. انا استاهل 100 لكن هي من وجهه نظرها ان انا لو خدت 100 السنه دي، السنه الجايه ممكن ما اجيش عشان انا بقى اخدت 100. وانا ربنا مديني امكانيات ان انا اقدر في ناس تانيين بيتعبوا جدا عشان يوصلوا للحركه اللي انا بعملها بمثلا 1/10 من المجهود، هم بيعملوا 100 عشان يوصلوا للمجهود، يعملوا بالمجهود ده. عشان تحفزك كان عشان يبقى عندي السنه الجايه حافز اوصل 100. طب انا بالنسبه لي عايزه اسال حاجه، ازاي حابين الصرصار كده؟ مش قادره اقول لك. انا كان ليا صديقه وزميله في المعهد اسمها حنان شهدي. معرفش طبعا هي دلوقتي فين، بس انا اخر مره شفتها كانت هي مامتها يونانيه وباباها مصري. كان دايما تحكي لنا انها لو شافت صرصار بتبخه بالجيريفيان بازازه البارفان. فانا اخدت منها ده وخزنته جوايا. وانا طبعا شيرين نسيت شيرين بقى، بقيت لينا. فلينا طبعا حتى الفرخه لما وقعت قلت له امسكها لا تكون اتكسرت. كان اول مره الفرخه تنط، عمرها ما نطت في حياتها. يعني احنا لو قايلين لها ولا رابطينها بحاجه ممكن تمسك برجليها في القفص. هي نطت. ده كان ارتجال. ده كان نطت حاجه في تصوير. طب هنسيبها تجري تنزل على الناس؟ جمهور لازم يلحقها. وكان افيه رائع. هعمل ايه يعني؟ دي حاجه من ربنا برضو. وانا سعيده جدا المسرحيه دي الحمد لله باقيه يعني. بس المسرحيه دي ليها يعني ذكريات وحشه. ارجوك تقولي الذكريات الوحشه بتاعتك معايا. لازم. ارجوك. طبعا انا برجوك.
طيب. انت ما فيش سؤال انا ما ردتش عليه. لا يا فندم، مع ان من أنا- حقي اقول لك مش هرد. طبعا لا، بس انت اتفضل معروفه بقى. بالصراحه، فانا طب عشان كده اتفضل. واخد راحتك. ايه بقى؟ مش عارف سنه كام كان المفروض المتزوجون تعرض عندنا، انا من سوهاج، تعرض في سوهاج. يس. انا كنت في سوهاج الاسبوع اللي فات. والله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كنت عايز حاجه من هناك انا اجيب لك؟ لو كنت قلت لي كنت قلت لك هاتي لي. كنت عايز ايه، ملوحه؟ لا مش حبيبي. حلو قوي. كمل لنا القصه. فكنت لسه يعني صغير وباخد مصروفي، فمصروفي ما كفنيش عشان اروح اتفرج على المتزوجون. واحنا جينا. وانتوا جيتوا. طب ازاي ما جيتش تقول لنا وندخلك؟ رحت في قصر ثقافه سوهاج. مظبوط. شفت انا فاكر ازاي. وانا على فكره كنت في قصر ثقافه سوهاج. ما كنتش الاسبوع اللي فات. وكان معايا الفنان طارق دسوقي والدكتور هشام جمعه. كنا بنحكم لمسرح الجامعه. فعايزه اقول لك ان انا قضيت ايام هناك جميله جدا جدا. وفي قصر الثقافه ايضا اتفرجت على مسرحيات. تشبعت بالمسرح يعني، وده انا بحبه جدا. بتعملي ده كتير انت صعبان عليا، تحب اجي اعرضها لك دلوقتي لوحدك والله في البيت؟ والله يعني مش عارف. هو قال قصه حزينه فعلا، قصه حزينه. لو انا مكانه كنت اتضايقت جدا. ايوه جدا. لا صح، لا صح، انت عندك حق. كان نفسي اتفرج عليه. طب يعني كان نفسي مثلا اوتوجراف يعني تمضهولي مدام شيرين. ما كنتش وقتها يعني. طب ماشي. ما كانش في سيلفي ساعتها. لا ما كانش في تليفونات اساسا. انا فهمت دلوقتي ليه من اول حلقات لينا وانت مصر ان مدام طبعا شيرين تبقى موجوده معانا عشان تعوض. انا هقول لك حاجه مهمه قوي. الذكريات بتاعت الطفوله بتتحفر فينا. يعني انا كان كل يوم جمعه والدي ياخدنا ونروح سينما مترو انا واخواتي، ونروح سينما مترو. وقبل ما نروح طبعا بينبه علينا خلاص كلنا شربنا، مفيش حاجه اسمها نبقى قاعدين بناكل حاجه ولا شيك شاك شاك. احنا بنتفرج على الفيلم علشان احنا في حفله، والحفله دي ليها اداب. ويعني احنا لغايه دلوقتي لازم نعلم النشء اللي طالع حتى في المسرح ازاي يحترموا الناس اللي على المسرح، ازاي يحترموا التليفون ما يرنش، الموبايل تيرين تيرين ترين والناس بتعرض مسرحيه. لو انت عايز تتكلم في التليفون ما تجيش المسرح. لو انت محتاج تاكل نص كيلو لب كله هناك على الكورنيش. لكن تسمعي صوت. علشان كده انا بيعجبني جدا مسرح الاستاذ محمد صبحي بالظبط في مدينه سنبل. الاحترام الميعاد، مفيش حد يدخل بعد العرض ما يبدا. الميعاد يا جان، ويعني كله يعني مظبوط بالثانيه. هو ده هو ده زي بيج بان كده. بالظبط. فانت انا اسفه طبعا على ذكرياتك. انا يعني كان نفسي انك تكتبي لي اوتوجراف واتصور معاكي. احنا نتصور مع بعض واكتب لك اوتوجراف. طب ممكن تكتبي لي اوتوجراف دلوقتي على ورق البرنامج؟ يعني بعد على ورق الشجر بعد مرور كام سنه؟ على ورق يعني الشجر بعد مرور كام سنه نسمع عمرو. ما أنا معقول بعد القعده اللي احنا قاعدينها دي انت ايه فاكر ان انا عندي زهايمر يا عمرو؟ اوعى ايدك، اوعى سيب بقى. اوتوجراف تاخر عارفه كام سنه؟ كام؟ لحظه، انتوا جيتوا سنه حاجه و80. كام؟ لا حاجه و70. لا 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 حاجه و70 ايه؟ لا حاجه و80. لا 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 شو؟ طبعا ده ما فيهوش نقاش. لا حاجه و70 انا ما كنتش اتولدت. 79. لا ايه هو ده؟ انت كمان بتغلط. انت قوم يا عمرو انت كذاب. قوم روح هناك انت كذاب. ما تعملش كده تاني. هات ايدك زي ماما كريمه بقى الله يرحمها. تكدبش تاني. امشي. عارف ان هي ما بتحبش الكذب. لا بس حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لا انا قصدي على العرض الثاني. ايه ده تاني ده؟ ايه ده تاني وتاني؟ بس ما تهزرش. 90. لا 90 نو. ايوه الله يا سلام، ربنا يخليك يا ميرسي يا عم. ارجو ان يعني الباد هيستوري عن المسرحيه كده خلاص انت كده هتتفرج عليا اصل كل ما كنت اتفرج عليها يجي لي يا سلام. كان ممكن لو معايا فلوس
كنت اتفرج عليها في المسرح. بس اديك دلوقتي معاك فلوس، لما اعمل مسرحيه لازم تيجي، بس انا هعزمك. يا سلام يا سلام. خلاص اتفقنا. عموما اول عرض دي من الميزات أول انك عرض. اشتغلت مذيع مذيع، واعلامي، صح، دي صح. ميزه من الميزات انك طبعا ده حفزك انك تبقى بالظبط. شفتي؟ احنا حبينا الفرخه وحبينا الصرصار وحبينا حبيتي الصرصار؟ جدا الصرصار حبينا وحبينا وقلة حبينا لا ازاي الافكار دي كانت مكتوبه اوريدي في المسرحيه كلها بالتفاصيل، ولا في حاجات اتضافت بعد ما لا هو في حاجات، كان في حاجات طبعا اساسيه موجوده، ولكن ازاي تتنطق؟ ما هو انا ممكن ادي حضرتك الورق زي دلوقتي كده وتيجي تساليني تقولي لي مثلا انا عايزه اشوف وانت صغيره عملتي ايه وطفولتك كانت ازاي، فاكره ايه؟ الناس تقفل التلفزيون. فطبعا الناس تقوم على طول مشقلطانه من اعلى. لا احنا عايزين نفضل مع تن كده يعني. بس الاداء، طريقه ادائك انت دلوقتي، طريقه ادائك وانت بتسالي وعايزه تعرفي متشوقه وحتى لو ما كنتيش متشوقه فبتمثلي ان انت متشوقه، فيا يبان صدق يا يبان كده. هو ده صحيح. بس الصرامه اللي اتربيتي بيها واللي درستي بيها ازاي يعني حضرتك يعني رقيقه كده طبيعي تلقائي، مش بتمثلي الرقه، مش بتدعي الرقه، مش بتستعيري صوت، دي طبيعتك، ده في جواكي يعني، في رقه وانوثه طبيعيه مش بتمثليها ولا بتدعيها. في لينا حاجه تانية، مش مدام شيرين حاجه ولينا حاجه، دي رقه ودي رقه، بس برضو في شخصيتك الاساسيه كده. انا عايزه اقول لك زي الصرامه والرقه في نفس الوقت. هم الصرامه جت من والدي ووالدتي وتربيه البيت، والرقه من الباليه، جت من الباليه مع العنف والقوه، لان بقى عندي ماسلز وعندي عضلات، ولما حد يقابلني انا اقدر ادافع ازاي عن نفسي. والدي كان زي بيفهمني انه لما اسافر انا هعمل ايه، انا سفيره لبلدي، انا لازم اقعد ازاي، حد اكبر مني ازاي احترمه، ازاي اقول لحد شكرا وميرسي ومن غير ما اضايقه يعني. ممكن لو اصر اخد الحاجه وبعد شويه احطها، مش لازم اشربها علشان انا مش واثقه فيها وانا لازم ابقى عارفه انا بشرب ايه او باكل ايه. لا طبعا، لانه احنا مثلا لما بنروح وبنتعزم وكده بيبقى في حاجات ما احناش عارفين ده ايه، فمش لازم نشرب حاجه مش عارفينها. اهالينا بيخوفونا واحنا صغيرين، ما تاكلوش عند حد، ما تعملوش. ده على فكره مظبوط، وحتى لاي حد دلوقتي لازم لو عندك بنت او عندك ولد لازم تخافي عليه وتقولي له اصحابك بيشربوا ايه، بياكلوا ايه، انتوا رايحين فين. يعني مش افرح انه الولاد قاعدين على مع اصحابهم بيعملوا شات، دول قاعدين في الاوضه يا سلام مش سامع صوتهم. لا مش سامع صوتهم، لازم اسمع، لازم اشوف بيعملوا ايه، لازم اراقبهم، لان لو ما فيش عين حارسه عليكي يبقى خلاص انتهى الموضوع. طيب طيب ايه؟ انت اللي طيب. انت اللي طيب. طيبه جدا والله. ايه الاخبار؟ الصوره ايه؟ الصوره اخبارها ايه؟ انا حاسه ان الصوره مش واضحه قوي. ايوه طب تعالي يا ساره نشوف الصوره لو جهزت. انا باخد حاجات من الحكايات بتاعه الكلام. يس. بتدخليها عشان يطلع شخصيتي. ايه اخبارنا يا ساره؟ خلاص اهو. خلاص. طب يلا نشوف. يلا قبل ما القهوه تبرد. ايوه. الوش عامل شغل بجد جميل. طيب هنشوف دلوقتي ان شاء الله. ما شاء الله. نجمتنا الجميله دي هديه بسيطه. يا سلام. بالقهوه بس إيه كلها قهوه بس. انا عايزه اشرب لي شويه. ريحتها قهوه؟ طبعا. تدوق؟ انا بدوق كل ليله والله. ترسم بشكل سريع مع ما شاء الله عليك يا ساره. الله يخليك. ما شاء الله. يعني صوت. خدتيها من فيلم ايه دي ولا من مشهد من فيلم يعني معين في دماغي، هو الارهابي. ما ده تراديشنال يعني. شيرين في ده
والحكايات اللي حكيتيها ادتني انطباع ان ده برضو مناسب في ملامح معينه. ما هي سوسن في الارهابي كانت جولييت عصريه. وده كان سبب انه انا اقول للاستاذ عادل، يعني انا كنت بعدي عليه هو في المسرح وجنب البيت، فاعدي عشان اقول له مثلا اخترت كذا، هو كان طبعا اختاري الوان، انا عايز كذا وكذا، فحاضر. وبعدين وانا قاعده دخل المسرح وخرج، فبنتكلم، فقال لي انا عايز جولييت عصريه. اتفضلي ساره اقعدي معانا. ميرسي والله بجد تسلم ايديكي، ما شاء الله عليكي بجد. يعني طبعا الصوره احلى مني كتير، لا بالعكس، لا انا زمان ابدا يعني لا بالعكس خالص. ميرسي. فقال لي عايز جولييت عصريه. فانا روحت ركبت الاسانسير وطلع دورين كده، رحت دايسه ونازله تاني. ليه؟ بصيت في المرايه ما لقيتيش نفسك جولييت؟ ما لقيتش جولييت ولا عصريه. كان مثلا الكلام ده ينفع سكينة ايام الجحيم مثلا، ايام ما عملت معاه فيلم الجحيم، يعني زمان. فرجعت له قلت له انا على فكره بعتذر. قال لي ليه؟ قلت له انت قلت لي عايز جولييت عصريه، انا لا لقيت جولييت ولا عصريه. فانا قال لي طب روحي حبيبتي اشربي كوبايه لبن ونامي وخلاص، امشي روحي. فعلا روحت، بس انا طبعا الموضوع في دماغي يعني ازاي. بعدين لما اتفرجت لقيت عنده حق، يعني ما اعرفش عملت ازاي، بس خلاص يعني جولييت عصريه. علاقة مشروعة يوميا 8:30 مساء على 10 تي في. طب احنا يعني دلوقتي رجعنا من السحور وانا يعني بشعر بالتخمه، بس مدام شيرين ما اكلتش خالص. ما انا ما وعدكش ابدا ان انا كنت ممكن اعمل الانتحاريه اللي انتوا عملتوها دي. يعني وحتى نصيحه برضو للناس، يعني يعني اتفضلوا اتسحروا، بس اتسحروا يعني خفيف. شويه شويه، زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، تلت للميه، تلت للاكل، تلت للهواء، عشان ما يكبسش على الحجاب الحاجز على الرئتين على القلب. الواحد يفطس وهو نايم، يعني بعدين هتحلم مع كوابيس. لا ما انا هصحى للصبح بقى عشان ايوه، ما هو اوريدي هتصحى الصبح تعبان بقى، ووشك مش قادر ومش قادر تشيل نفسك من على السرير. الله يكون في عونك. المهم اكلت بالهنا والشفا. انا كنت جعان لان ما ايه الحاجه اللي ما بتقدريش تقاوميها في الاكل؟ في حاجه لو موجوده لا؟ انا هقول لك حاجه، مفيش حاجه في الدنيا ما بتجيش من المخ. يعني احنا عارفين ان المخ هو اللي بيدي اشارات لكل حاجه علشان الواحد يعمل ده او ما يعملش ده، ياكل ده او ما ياكلش ده، يشرب ده او ما يشربش ده. فانت اهم حاجه يبقى عندك تابلو، زي تابلو الكهرباء اللي في البيت كده مع مخك. امتى تعملي اوف وامتى تعملي اون، وامتى تعملي اون بس تعملي كنترول على الاون. والله انا ما عنديش الاوف دي خالص يعني. ما عندكش اوف. لازم تروح يعني تجيب انجينير، واحد مهندس يعمل لك السيستم. انت السيستم عندك بايظ بس مش باين عليك. لا والله لا، باكل. بتاكل؟ مش باين. لا في كل الحلقات. انت بتبصي في الاكل ولا ايه؟ يمكن ما بياكلش في البيت. لا باكل. او يمكن الاكل هنا. لا انت خايف تتضرب في البيت. انا مش خايف، باكل. ومراتي طباخه ماهره فعلا. طبعا. بتعمل زي لما بيعمل شيف جلال كده حاجات؟ لا هي بتعمل لي حاجات روسي. طيب طب شفت بقى. فهنا بياكل الطبخ كرومبو وانت هتقول لي بس دي هايله جدا، هايله عبقريه ومفيده جدا جدا بالسلطه الروسي. وعلى فكره بتعمل احتراق. صحيح.
يعني زيها زي البروكلي زي القرنبيط، بيساعد على الاحتراق وانتي بتشبع اوكسيدنت. بتشبع بس يعني صحي اكتر ضد الاكسده. طبعا أنتي صحي أوكسيدانت. جدا جدا. طب انا دلوقتي شايفه عقلانيه في كل حاجه، عقلانيه في الاكل، كنترول على الاكل وكنترول على القلب. برافو عليك، ملاحظة حلوة. يعني في عقلانيه كبيره وشديده في كل تفاصيل حياتك. الجواز كان قرار عقلاني؟ ايوه. ما فكرتش. كان انه خلاص اتس اباوت تايم، انا خلصت دراستي ودلوقتي علشان ابقى اقدر اتفرغ بقى الفني وكده، مش لازم بقى كل ما اعمل مسلسل اعمل فيلم يقولوا مش عارف ايه الحكايه الروايه. فخلاص قرار انه على فكره في يعني مقوله خاطئه، انه الراجل هو اللي بيتجوز الست، بيختار او هو اللي بيختار الست. تعالي كده نرجع لديننا او كل الاديان، انه لازم في ايجاب وقبول. لو فرضنا استاذ عمرو راح علشان يتجوز المدام بتاعته، لو هي ما وافقتش كان تم الجواز؟ لا طبعا. لو انت جايلك حد علشان يتجوزك، لو انت ما وافقتيش هيتم الجواز؟ برضو لا. احنا بس بنقنعهم ان هم اللي بيختاروا. وطبعا معلش يعني حقك عليا، الموضوع مش موضوعكم خالص خالص. يعني الرجاله بيضحك عليهم يعني؟ طبعا. وبعدين الست بتبقى فاهمه كويس قوي وهي ذكيه جدا جدا. حتى دايما نقول ايه، الراجل يبقى اكبر من الست بكذا سنه. ليه؟ عشان يدوب يواكب البنات بيكبروا اسرع من الرجاله. بيعجزوا اكتر لا بيكبروا في عقلهم. بعدين العجز ده بقى موضوع تاني. دي حاله نفسيه برضو يعني. ده لانه انا ممكن اعيش في جلباب ان انا عندي 90 سنه ومش قادره امشي ومش عارف ايه، وامثل الدور ده وانت تقتنع وتقول يا حرام ده خلاص دي عندها 90 سنه. والعكس. وممكن العكس، انا جوايا طفله، جوايا لسه حاسه ان انا قادره اعمل واروح واجي ومجتهده والرياضه عملت لي حاجات كتير. الباليه اداني روح تانية خالص، مانيرة مختلفه. علشان كده انت تقدر تبقى بتطلع وبتشوف وبتسمو وبتتخيل. فما فيش الكلام اللي انت بتقوليه، كل حاجه بحساب. انا عايزه النهارده ابوظ الدنيا، انا ممكن اكل دستة جاتوه. كنت بعمل كده ايام المعهد، يعني اجيب لنفسي دستة جاتوه وانا مروحه البيت، واجيب لاخواتي في البيت ومامتي وبابايا دستتين مع نفسهم بقى، بس انا ما حدش قرب على الدسته بتاعتي. اكلها وانام على الترابيزه، على ترابيزه السفره دسته اللي هي جنبي 12 حته. ايوه، و12 حته مش سواريه، ما كانش فيه سواريه ده. سواريه ده طلع يعني ايام دلوقتي، ايام الخنافس ده. ايام الناس اللي ايوه. لكن انا ممكن اقول مثلا اروح في اي مكان، اتفضلي، لا ميرسي والله مش هقدر، اصل مش هقدر، والحكايه والروايه. بس وانا مروحه اجيب عشان اكل. لانه مش هروح عند الناس مثلا هم جايبين دسته اخلصها انا وانا قاعده، ما ينفعش. شيرين، الست هي في البيت امينه ولا السيده المستقله ولا حاجه تانية خالص؟ هي كل دول. لما احب اعيش كده اقول لهم يا جماعه خلاص محدش ينادي عليا دلوقتي وانا مش هرد على حد. فانا خلاص ابقى اميره نفسي مع نفسي. لطيف قوي انك تعيشي تعملي بقى كل الحاجات اللي انت حباها. عايزه تقري قرآن شويه علشان رمضان وعايزه تخلصي، وبعدين ايه، انا ممكن ابدا قبل رمضان بيومين عشان لو في يوم سقط مني في ايام رمضان، وقع، حصل حاجه مش عارف ايه. مهم جدا انه ما تزنقش، لان مره اتزنقت وكملت في الطياره فكان بالنسبه لي صعب قوي يعني، صعب. وممكن بقى تلاقيني الاخت والام والصاحبه والصديقه، كل الحاجات. بتطبخي في البيت؟ ايوه. طب يا اخواتي ما بياكلوش غير من ايديا. والله
طيب وحضرتك يعني بتعاقبيني وبتضربيني على ايدي كده عشان زي مدام الله يرحمها ماما كريمه الله يرحمها. كان في علاقه كده خاصه بينكم، يعني علاقه موده ومحبه شديده. هي امي التي لم تنجبني، وهي ام ميريت ايضا التي لم تنجبها، وكل الفضل والف مليون رحمه تنزل عليها، رحمات ربنا يا رب، ويدخلها فسيح جناته، ويا رب يا رب يلحقنا بها ان شاء الله على خير. ايه اللي لقيتيه في كريمه مختار؟ اللي ما لقيتوش الحنان كله، العطاء كله، الوفاء كله، الصداقه بمعنى كلمه صداقه. انا عايزه اقول لك انه هي يطلق عليها الام المثاليه، ام المصريين. هي اتفرج عليها حتى، يعني انا اشتغلت الحمد لله معاها كتير، بس في الشغل حاجه وهي كانسانه حاجه تاني خالص. واطلاقا لا تبخل عليك بالنصيحه، ونصيحه من قلبها. واذا كانت شاكه ان نصيحتها ممكن تبقى عكس رغبتك، تكتم النصيحة لغاية لما انت تطلبها. لها موقف في فرح ميريت ممكن تحكيه لنا؟ ليها مواقف كتير، بس في فرح ميريت طلبتني قبل الفرح، وقلت لها اوعي تقولي لي مش جايه، اوعي. قالت لي لا انا جايه، بس انا بستأذنك ممكن اجيب شريف. قلت لها شريف مين؟ قالت لي شريف الدمرداش. قلت لها بتستأذنيني انك تجيبي اخويا؟ في ايه؟ انت جرى ايه؟ جيبي اللي انت عايزاه. فانا عايزه اقول لك انه لن انسى لها هذا الموقف ما حييت، وربنا يصبرنا على بعد. ربنا يرحمها. الله يرحمها. طيب الخصام والفرح في حياة شيرين، الخصام والعتاب ليهم مكان؟ ممكن ازعل، لكن بعد يومين انسى ان انا زعلانه. فما عنديش حاجه اسمها خصام، يعني عمري في حياتي مثلا ما خصمت حد من اخواتي، يعني لا. وكمان ما كانش عندنا ده في البيت، يعني كنت اشوف عند الجيران خاصمني خصمك، يعملوا كده مع بعض مش عارف ايه. انا عمري ما خصمت حد، حتى انا بعتبر نفسي حد مسالم. يعني لو في حد انا دلوقتي حتى مزعلاه بقول له اغفر لي لو انا زعلتك، بس الحمد لله. او ممكن تهدي له اغنيه بيخاصمني حبه ويصالحني حبه. لا انا احب جدا جدا ما تقولش ايه اديتنا مصر. طيب للفنانه عليا التونسيه. طبعا يعني قد ايه الغنوه دي، لان انا كانت فنانه عليا، انا اشتغلت معاها في مسرحيه الدنيا مزيكا. كان فيها الاستاذ محمد نجم، كان فيها الاستاذ صلاح السعداني ربنا يديله الصحه، سهير الباروني، الفنانه الرقيقه العظيمه منى جبر، كان فيها محمد احمد المصري، مجموعه كبيره جدا من الفنانين. وكانت الفنانه عليا التونسيه بتغني في المسرحيه. احنا يعني فعلا مش مجامله انبسطنا جدا بالحوار مع حضرتك. اشكرك جدا. كانت سهره يعني. اولا انا بشكل شخصي طبعا ما اعرفش بشكل شخصي حد قبل الهوا بقى. وانا بشكل شخصي انا بالنسبه لي النهارده مميز جدا جدا، عشان كان نفسي اشوفك دايركت، فانا مبسوطه ان انا شفتك. اتمنى انه لما تكوني شفتيني يكون عندك في ذاكرتك يعني الصوره ما تهدتش خالص، بالعكس. بس اكتشفت حاجات ما كنتش اتوقعها. انا ما كنتش اعرف كل الصرامه وكل العقلانيه دي. انا بالنسبه لي لينا. خلاص خليني لينا علشانك هبقى لينا. لينا او الفنانه الكبيره شيرين، شرفتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل احبابك بالف خير ان شاء الله. وانتوا طيبين، وكل اللي بتحبوهم
ومصر كلها طيبه طيب يا باذن رب، الله. يا رب شكرا بإذن جزيلا. الله. ميرسي. بكده تنتهي حلقه النهارده من سيره الحبايب. نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقة جديدة وليلة جديدة ومع نجم جديد من سيرة الحبايب، وتصبحوا على ألف 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 خير. تصبحوا على خير. هوليوود هي المدينة اللي كل الناس بتيجي هنا عايزة تبقى نجوم. Let's go! 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 120 فيلم وتي في شوز. بعمل برامج عن التاريخ. بطل الفيلم الوثائقي جبريل كوردال. I started modeling and then soon after I started acting. رحت درست في الأكاديمية الأمريكية. هنا من هوليوود هكون معاكم في 10 هوليوود. 10 هوليوود يوميا 9:30 مساء على 10 TV.